ما لكم على البنات الذي يلبسين الشال بالترند الجديد؟ ما لكم؟ يعني يا اخوان غلظكم الله، ما لو بالرجال بالبيت انا مستهلت بعض الحركات، لكن دام قد استأنتوا واستديتوا فعادك الى المزيد، عادك الى المزيد، عادي تلبس الثوب وعادي تلبس القمبي وعادي، لانه ما في رجال في بيتها. لو في رجال فعلا انك ما تشوف هذا العينات، لو في رجال يغار على عرضه وعلى شرفه ويعرف ايش لا تفعل مكلفه وايش لا تلبس وايش لا تصير وايش لا تفعل وايش لا تصور وايش لا تنزل، انها ما بش من هذا الخبر خبر، لكن سايبين. ف والله لو نتكلم كم ما تكلمنا. هذا العين ايشتين دعس الشال يا قيفه، له عادات وله تقاليد وله قيمه بالمجتمع اليمني. نبان ناشد الشرطه النسائيه اذا شافين انثى بالشارع تلبس شال تسحبها سحب امانه، انها تسحبها السحب، وبعد المكلف الذي في البيت يصير راجع. يا عيبه بعد لما مكلفك من قسم لا قسم. ان احنا رجال ما بنقدرش نفعل بهنشين، ما بنفعل بهنشين. فهذا الشيء يخالف عاداتنا وتقاليدنا، يعني الحرمه اليمنيه ما تلبس هذا اللبس. قالوا ابوش يا بنتي ما فعلش الجدار وما فعلش الستاير في يعني في بيتكم عشان اخرتها بالانستغرام ور عمر قدر وستاير وبيت وحوط وحوش، وبالاخير بنت في الانستغرام ولا بالشارع لابسه شال، بنت في الانستغرام لابسها الشال وتنشر اشباه. انه بالاول والاخير لا صدق شو كل على الام، لا بام باهره وباشته وتعرف كيف تربي وتعرف كيف يعني تحشم بنتها. حرام ما بتشوف من هذا العينه عينه، لكن ايش نفعل؟ كل واحده مسيبه بنتها. اذا لبنا الرجال فهذا مستحيل به رجال في بيتهم، ويشهد الله شهاده يا في بنات ما بش وراءهن ولا رجل، ما بالله يوم ما تشوفها وحيدين، لكن يشهد الله اني بألف رجال بحشمتها بأدبها بأخلاقها كأنها تربت على يد رجال. والسبب من؟ السبب الأم. الله المستعان يا بنات اليمن، الله المستعان. والله العظيم ما كنا نشي نوصل يعني ايش درجة ان احنا ننتقد بنات بلادنا الذين من عرضنا ومن شرفنا. اي مرأة يمنية من عرضك ومن شرفك كونك يمني، لكن ان انت تطلعين من تستفزينا بهذا الحركات. انتين قدوتنا وانتين فخرنا، احنا نفتخر فيكن كونكن كيمنيات، لانه المرأة اليمنية دائما الكل يعرفها، حشمة ادب اخلاق عفة، ما تفعل هذا الحركات. صحيح انتين مستسخرات بالموضوع، تقول هو شال هو مدري لا، الشال يحتزم فيها الراس، الشال رمز الهوية اليمنية ما يعتصف فيها الخصر. فهذا غلط، ولكل شخص يعني انتقد وقذف وسب قع رجال وحذف الفيديوهات حقك، ما حد يتف الملخ في الادقنا.